وباصرار جديد تيان اندفع لقدام وهو بيزمجر ويقول الموضوع ما خلصش، شوف هقلبها عليك ازاي. وبقى يفرم جنود الدم بوحشيه زي ما بيقطع الجزر والفجل، بس من جثث اللي ماتوا. سكاكين كتير طلعت فجأة واندفعت ناحية تيان، وفي لحظة نصل جاي من وراه. بيو صرخت وقالت تيان في نصل جاي من وراك، تفاداه بسرعة. أول ما سمعها تيان استخدم مهاراته وضرب الأرض بمهارة الموت تحت القوة. موجة صدمة انفجرت وطيرت كل الدمى. جثث ظل الدم طيرتهم بعيد وطلع من وسط الانفجار وبيجهز للهجمة اللي بعدها. وقال أنا مش شايف ظل الدم هيسيب لي حتى ثانية التقط فيها نفسي. وفكر وقال مش هينفع أفضل استخدم ضربات بالقوة ديت كتير، لو هاجمت مرتين كمان بالطريقة ديت ممكن يغمى عليا من نفاذ الطاقة. وبص لظل الدم قدامه وتمتم جواه وقال واضح انه مش ناوي يسيبني اعيش النهارده. هجماته سريعة ومش متوقعة وده وجع دماغ. وظل الدم كان قاعد فوق عمود وبيضحك بجنون وقال كده اللعب بقى ممتع لما بشوف قوتك الكاملة، بتشوقني. اوعى تكون تعبت من خناقة صغيرة زي ديت، انا لسه عايز العب معاك. وتيان جز على اسنانه وفكر وقال هو اسرع مني بكتير، استنى ازاي ما فكرتش من بدري في الخدعة ديت. هو ابتسم بثقة كأنه قائد بيحمس طاقمه وقال دلوقتي هوريك مين البطل الحقيقي في رواية الزراعة ديت. وتيان مسك الزهرة اللي طلع على كتفه وقال التقنية اللي هستخدمها دلوقتي اسمها موت تحت الفوانيا. ظل الدم ضحك بسخرية وقال انا متوقعتش انك مستخبي وراك حركة، بس مهما تعمل عمرك ما هتعرف تلمسني، هتضيع طاقتك على الفاضي. وامر جيش الدم وقال يلا فتتوا الواد اللهبل ده. ولكن قبل ما يتحركوا تيان زرع مباشرة بذرة الزهرة في صدره. البذرة فتحت واحدة واحدة وبقت زهرة بتنور، والتحول ده زود سرعة تيان بشكل مرعب. بقوته الجديدة تفادى كل هجمات جيش الدم وبسرعة البرق ظهر ورا ظل الدم. وظل الدم لف في لحظة وهو مصدوم وقال ازاي سرعة انسان تزيد كده في وقت قصير، انا حتى ملحقتش استجيب. امتى وصل ورايا؟ هو اتأخر، مش هقدر اصد الضربة. تيان اندفع في الهواء واداله ركلة قوية تحت دقنه طيرته بعيد. وظل الدم وهو بيتهشم في الصخور فكر وقال تبا الواد ده مش سايب لي فرصة اخد فيها نفسي. والاسوأ انه اخترق مستوى وهو بيحارب سر زراعته، خطر فعلا. بس تيان ظهر تاني قدامه على طول والسيف كلاود فاتون في ايده مستعد يضرب. وبحركات برق تيان فضل يجلد في ظل الدم بلا رحمة. هو خلاه كيس ملاكمة خاص بيه، ولكن بسبب القتال المتواصل بعد الاختراق نفس تيان بدأ ينهج وتعبه باين. وفيو ابتسمت بكل فخر وهي بتتفرج وقالت تيان شاطر، كام ضربة كمان كده وظل الدم هينتهي. بس تيان تجاهلها وفكر وقال انا جسمي بالعافية محافظ على الشكل ده. وبعدين افتكر وقال انا عمري ما تخيلت ان الروايات والتاريخ اللي كنت بقراهم في المدرسة في حياتي اللي فاتت هينفعوني جدا كده في حياتي ديت. وبدأ يحكي جواه عن رواية كان كاتبها في سنة 2030. وحوش فضائية اسمها جيرك شورج غزت الارض، وقائد صيد الوحوش البشرية لينشيو استخدم صاروخ بمحرك جاذبية ودمرهم كلهم. ودي كانت اول انتصار للبشر. وبعدين ضرب نفسه على وشه باحراج وقال انا مش مصدق ان رواية نيفا فشلت في السوق كده. وفجأة صوت النظام رن في دماغه وقال تهانينا يا مضيف، اتقانك للاندماج اتحسن، درع القتال بيتطور. وتيان حس بالتطور وفكر وقال ده احساس الزيادة في المستوى، وكل الجروح اللي كانت فيه اتعالجت بالكامل. وفيو صرخت بحماس وقالت انا متوقعتش انك هتخترق بالسرعة ديت. وتيان شد جسمه في شكله الجديد وقال مش اختراق كامل بس اكيد مش طبيعي. وبعدين فكر وقال قوتي الشيطانية بتبدأ ترجع تدريجيا، لو كملت كده ههزم ظل الدم بسهولة. وفي نفس اللحظة ظل الدم طلع من وسط الصخور وهو بيغلي ويقول يا ابن الورمة انت، هو انت فاكر قوتك سبتت خلاص بمجرد ما اخترقت؟ هو انت بجد مقتنع انك تقدر تهزمني بالحالة ديت؟ لو لمستك مرة واحدة هقطعك حتت. وتيان بص له ببرود وقال له موتك اتكرر من ساعة ما اخترت تحاربني. وفيو حذرته بسرعة وقالت تيان ما تستهونش بيه، مستواه لسه اعلى منك بدرجة وتقنيات الدم بتاعته صعب تفاديها. وظل الدم زمجر فجأة وهالته بقت وحشية وقال دلوقتي هوريك شكل قوة الزراعة الحقيقية، القوة الكاملة، نار الرمل اطلاق. وضحك بهستيرية وقال حرارة جسمي دلوقتي فوق ال1000 درجة، يلا يا ولد جرب تلمسني. انا بعترف ان عندك جرأة وموهبة لدرجة اني اضطريت استخدم اقوى شكل عندي. والنظام فجأة حذر تيان وقال له خطر يا مضيف، النار بتضعف طاقة نور الظهور، لازم تنسحب فورا. تيان رد بحزم وقال ايوه انا عارف ان ضد النار وضع وحش، بس مهما كان لازم احمي الطفلة ديت. وظل الدم رمى كرة نار ضخمة ناحيتهم والنظام صرخ وقال يا مضيف سيب البنت واهرب، لو عاشت نقدر ننقذها بعدين، بس انت لو مت انا هختفي معاك. وتيان جز على اسنانه وقال اعمل ايه؟ هو صد بسيفه كرة النار وصرخ وقال مهما حصل انا مكمل القتال ده للاخر. وظل الدم زمجر وقال انا كنت فاكرك خصم محترم طلعت كمامة جبانة.
سنه مستخبيه ورا سيفها. النظام صاح وهو مصدوم وقال ازاي عملتها؟ ليه ما قلتليش ان قوتك زادت كده؟ كنت هتجيب لي جلطه. وتيان تنهد جواه وقال من بين كل انظمه الزراعه ليه طلع لي النظام الاهبل ده؟ هو تفادى هجمه تانية وهمس وقال الهجمه دي كانت اسرع من اني حتى استجيب. مفيش عندي سلاح مش ضعيف قدام النار. في اللحظه دي سيف كلاود فاتون لمع وكانه كده بيبص له بعينين منورين وظل الدم ضحك بسخريه وقال له ايه هي قوتي قفلتك ولا ايه؟ هو انت خايف لدرجه انك بتكلم سيفك؟ لو مرعوب كده اهرب وسيب البنت. وشكل النار على هيئه شبكه قاتله وزمجر وقال وريني يلا هتتفادى ازاي شبكه الخبز. وفجاه القيود على سيف كلاود فاتون بدات تتكسر وظهر شكل روحه بنت صغيره. وتيان قال لبنت روح السيف اسمعيني كويس، استخدمي نص شيطانيتي علشان تفكي نفسي من القيود وساعديني. انا مش هكسب المعركه دي من غيري. واطلقها وعمل عقد وقال لها اديني قوتك علشان ابطل الهجوم ده. وبمساعده السيف تيان ضرب شبكه النار بضربه مدمره قطعت الشبكه تماما وكملت لغايه ما خبطت ظل الدم نفسه. ضربه واحده من سيف كلاود فاتون سوت ظل الدم بالارض وخلته كتله متكسره ملهاش قيمه. بنت روح السيف ببرود قالت ده علشان تجرأت تاذي سيدي. وتيان وقف مذهول القوه دي ازاي سيف يبقى عنده الرعب ده كله؟ وبعدين قال يا روح سيف كلاود فاتون من شويه لما خرجتي من مساحتي الداخليه قلتي حاجه انا ما سمعتهاش، ممكن تقوليها تاني؟ هي ظهرت تاني وانحنت وقالت يا سيدي انا ما قلتش اي حاجه قله ادب، لو تحب يا سيدي عمري ما هخالف امرك تاني. في اللحظه دي بيوت قدمت وقالت ببرود مين البنت الصغيره ديت؟ هو انت ناوي تنقذها هي كمان ولا ايه؟ وتيان رد وقال هو انت مش عارفاها؟ دي سيف كلاود فاتون. بيوت صدمت وقالت انا مش حاسه حتى بمستواها، حتى وانا ملكه شياطين مش قادره احدد درجتها. وروح السيف ابتسمت بحلاوه وقالت لها اتشرفت بيكي يا ست فيو، اسمي كلاود فاتون وانا سيف. وفيو ابتسمت بادب وقالت انا فيو شيطانه ظهور. وفجاه سيف كلاود اندفعت وخبطت فيو وقالت لها يا ست فيو سامحيني على قله الادب بس لو سمحتي خليكي بعيده عن سيدي. تيان صرخ وهو مش مصدق انت عملت كده ليه؟ دلوقتي انا هستحمل ده بعدين. وروح السيف انحنت بحزن وقالت له سامحني يا سيدي ما كنتش اعرف ان ده هيعملك مشاكل، انا نسيت اني مجرد روح سيف. تيان بص لها وفكر وقال انا متوقعتش ان سيف كلاود فاتون يقدر ياخد شكل بشر. انا حياتي بقت فعلا زي رحله قديس السيف في روايات الزراعه. وافتكر روايه من حياته اللي فاتت قديس السيف ابن البلد اللي السيف فيها خد برضه شكل انسانه. بنت السيف ضحكت وقالت له ما توقعتش يا سيدي انك تسامحني حتى بعد ما اتصرفت وحش. سيدي فعلا طيب، لو فضلت تعاملني بالحلاوه دي قريب هتقدر تستخدم كل قدراتي. اول ما سمع كل قدراتي تيان وشه احمر ودماغه راحت في حته مش كويسه وقال كل قدراتها؟ هو ده اتحول لروايه زراعه رومانسيه ولا ايه؟ لو كملنا كده الموضوع هيبقى مثير. وفيو صرخت بغضب وقالت تيان انت بتفكر في ايه لدرجه ان وشك احمر كده؟ وازاي سيفك الوسخ يتجرأ يخبط حد بعظمه ملكه الشياطين؟ روح السيف ابتسمت باستفزاز وقالت يا بنت الزهور الغيوره هو انت بتغيري على سيدي تاني؟ تيان اتخض وقال يا كلاود بلاش تستفزيها وبلاش تقرصيني كده قبل ما تتخانقوا، لازم نركز ننقذ البنت الصغيره الاول. وبعدين بيبان ان بعد هجوم سيف كلاود اللي فضل من ظل الدم كان ايده بس، جسمه كله اتبخر. والراوي بيقول بعد كده تيان طلع البنت الصغيره من خاتم ظل الدم وقدر ينقذها. وعلى الناحيه التانيه فاتي هجمت بمؤخرتها هجمه خطيره وعملت اسقاط 1000 طن على جلوتني. وجلوتني اتشل من الرعب لانه عارف مفيش هروب. بس في اللحظه المناسبه صافي وصلت وسحبته بعيد. هجوم فاتي خبط في الارض ودوب انفجار ضخم. وصافي كانت واخده جلوتني بعيد وقالت بسرعه خد حبايه الاسترجاع. واول ما فاتي سمعت عن حبايه الاسترجاع عينيها لمعت طلعت من الحفره وقالت حبايه حلوه قوي وبتدوها الوحش يا خساره. بس صافي كانت مركزه على جلوتني المصاب وقالت له ما تتحركش انت متعور جامد، سيب الباقي عليا ما تقلقش لو خسرت فعادي ارتاح انت وهخلصها حالا. فاتي سخرت وقالت ايه ده؟ حتى العيل بتاع محاكاه السماء والارض اتغلب مني في لحظه من غير الوحش ده. ازاي انت واحده في اول عالم الارض هتحاربي واحده في قمه عالم الارض زيي؟ وصافي انفجرت غضب طلعت هالتها وصرخت وقالت هي انسانه اكتر مني وبيكون قصدها على ساكن اللي تمت هزيمتها. المهم صافي بتقول لها قولي لي حالا فين جذر اللوتس الخالد والا هضربك لغايه ما تعيطي وتتكلمي. وفاتي لحست شفايفها وقالت هو انت عايزه جذر اللوتس الخالد؟ لو كسبتيني هيبقى بتاعي بس نشوف عندك اللي كافي ولا لا. وصافي ضربت مساراتها الداخليه بنفسها علشان تزود قوتها. الدم نزل بس قوتها علت اكتر. اندفعت على فاتي وركلتها في وشها ركله تقيله. فاتي اتصدمت وقالت ازاي قوتها وسرعتها زادت فجاه؟ وصافي ما وقفتش،
ضرب ورا ضرب من غير ما تدي فاتية فرصة تتنفس. بس صافية كانت عارفة ان القوة دي مش هتكمل كتير ولازم تخلص بسرعة. فاتي استحملت ضربات كتير وفكرت وقالت ايه القوة المرعبة دي فعلا جرحتني. وفاتية طلعت هالتها والضغط زق صافي لورا واشارت بصباعها وقالت يا بت انت عايزة تدمري مساراتك وتبقي مشلولة بعد الحركة دي؟ انت برضو مش هتبقي كويسة. وصافية قبضت ايدها وقالت انا عندي سبب لازم اكسب. هي افتكرت الماضي معلمها كان بيموت وهي بتعيط واختها الكبيرة قالت لها يا اختي الصغيرة لو استخدمنا جذر اللوتس الخالد علشان نطول عمر معلمنا فهو هيتحول لشيطان وبعدين تحالف النعيم المطلق خطر جدا. بطلي احلام. وافتكرت كمان ازاي ناس من طائفتها سخروا منها وقالوا بالظبط هو انت عايزه معلمك يبقى مسخ؟ سيبي الراجل يموت بسلام، خدي حشرتك الغريبه واطلعي بره الطائفه. فعشان كده قررت تسيب الطائفه مع جالوتني وتنقذ سيدها. ده كان من 10 سنين لما صافية كانت صغيره وجالوتني كان صغير وسيدها هو اللي كان بيرعاهم هما الاتنين. وهي بتفتكر ده كله الاصرار رجع ليها وقالت سيدي هو اللي قبلني وانا منبوذه، حتى لو تحول لشيطان في الاخر هيفضل سيدي. حتى لو طريقي في الزراعه انتهى النهارده لازم اجيب جذر اللوتس الخالد. وفاتية زودت قوتها وقالت احسب لك ان عندك جرأة تجبريني افعل جسم النعيم الصلب، ولا حتى مزارع من رتبة سماء يقدر يكسر دفاعي بضربة واحدة. استعدي يا بت انتي. وصافية اتقدمت وقالت بهدوء اللي لازم يستعد هو انتي. وفاتية على طول هجمت وصافية تفادت الهجمة من قدام. هي اندفعت ووجهت لكمة قوية في صدر فاتية. فاتي طارت وخبطت في البرج واللكمة الواحدة جرحتها جامد. فاتي شهقت وقالت ازاي انا بستحمل ضربة من مزارع رتبة سماء؟ ازاي دفاعي اتكسر بايدي؟ وصافي مشيت وسط الدخان وقالت انا كسبت هات جذر اللوتس الخالد. بس فاتية طلعت حباية تانية وصرخت وقالت لا انا ما خسرتش، مش فارقة انا عايزاكي تموتي. صافي اتصدمت وقالت دي حباية تعافي عظيمة. وقبل ما فاتي تبلعها ساكن مسكتها بايديها العملاقة ورفعتها وقالت كنت عارفة انك كدابة ووسخة. وبدأت تعصر فاتية وفاتية صرخت جامد وتوسلت وقالت ارجوكي سيبيني ده بيوجع قوي. وصافية لما شافت ساكن كويسة ابتسمت. بس ساكن كانت غضبانة وابتسامة شر على وشها. قالت موت انا كنت مغمضة عيني علشان استريح بس، وبفضل البنتين دول عرفت امسكك. فاتية اتملت رعب وقالت ما تقتلنيش ده بس جذر اللوتس، هبعت حد حالا يجيبه من الخزنة. وساكن ردت وقالت انت كدابة انت اللي هتوديني الخزنة. وفاتية فضلت تتوسل ليها انها تبطل تعصرها وتسيبها ووعدت انها تدي اي حاجة. وفجأة انفجار كبير رمى فاتي بعيد وساكن رجعت لحجمها الطبيعي وادت حباية التعافي العظيمة لصافية وقالت لها اتفضلي يا بت دي ليكي، يلا الغي بقى حالة استنزاف حياتك واكلها هيساعدك تتعافي جامد. وصافي شكرتها بس سألت ليه واحنا منافسين؟ وساكن ضحكت من غير سبب وقالت انا بس شايفاكي وفية وعجباني، لكن جواها كانت بتفكر وتقول البنت دي كانت مستعدة تبوظ اساسها علشان تحمي وحشها الروحي. واضح مش كل المزارعين البشر وحشين. وصافي قالت بوضوح بس للتوضيح حتى لو ساعدتيني انا مش هسيب جذر اللوتس الخالد. وبعد ما خدت الحبايه صافيه بدات تتحسن وقالت انت خدي الجذر انا هدف الخزنه. وساكن اتفاجئت وقالت ايه هو انت بجد هتديهولي؟ وبعدين قالت طيب فين ابني يوان ده؟ مش مهم انا وانتي هنروح الخزنه الاول. وساكن ركبت فاتي زي الكلب قعدت على ظهرها وامرتها تمشي قدام وتدلهم. وصافيه كانت بتتفرج مبسوطه علشان اخيرا ممكن تنقذ سيدها. وعلى الناحيه التانيه شويه تلاميذ كانوا مرعوبين لان حد عمل ضربه سيف قاتله شقت جبل نصين بضربه واحده. هم جريوا في الاتجاه التاني علشان ينقذوا الناجين. وبعدين ظهر 2 3 لابسين اقنعه ومغطيين نفسهم بالكامل. دول كانوا تيان يوان وفيو قالت انت معاك السيف كنت تقدر تفرم طريقك ليه كل التعب ده والتنكر؟ وتيان رد وقال هو انت فاكره ان القوه ببلاش ولا ايه؟ الضربه الاخيره دي تقريبا استهلكت كل اصل السيف اللي كنت مكومه طول السنين. انا وانتي بقينا دلوقتي نفس الروح والاحسن نريح ومن هنا ورايح هنمشي بايدينا لوحدنا. وتيان قال البنت الصغيره اللي جايه خطر جدا لازم تفضلي لازقه فيا لو انت عاوزه تشوفي اختي لي تانج مفهوم؟ والبنت هزت راسها. تيان فكر وقال لي تانج قالت انها توريني حاجه معينه بعد ما ننقذ اختها كنز سري لعشيره يشيا. بس خلاص انقاذ الاخت الكبيره بجذر اللوتس الخالد اهم. والتلاته اتحركوا ناحيه الساحه والمشهد بيتغير عند حوض تنقية الفراغ في تحالف النعيم المطلق. المعلم كوتشا كان بيمتص طاقة الحياة من ناس عاديين وبيزود قوته وجاله خبر فصرخ وقال ايه ده شوكين وبو جانج اتغلبوا؟ تلميذ قال ايوه يا معلم كوتشا كلهم دلوقتي قريبين من ساحة التحالف الكبرى
الصحراء، وكوتش زمجر وقال يا للعار اتغلبوا من شويه عيال مجهولين نضفوا كل الاعشاب الطبيه من حوض تنقيه الفراغ. انا كوتشا هروح اقابلهم. وبعد شويه في ساحه التحالف الكبرى خراب في كل حته. كوتشا قال وهو مذهول ايه اللي حصل هنا؟ فين بو جانج؟ وازاي الساحه بقت كده؟ وشد واحد من التلاميذ بقوته مسكه وساله ايه اللي حصل. التلميذ رد وهو مرعوب وقال بلاغا للمعلم بو جانج اتخذت رهينه عن طريق 2 مجرمين وحاربوا طريقهم لغايه الخزنه، واحنا تلاميذ قاعه تنفيذ القانون ما قدرناش نوقفهم. وتلميذ تاني قال يا معلم مش المفروض نبلغ سيد التحالف؟ وكوتش رد وقال مفيش داعي، لو مش قادر اتعامل مع حاجه صغيره زي ديت هبقى بطل ازاي؟ وازاي اريح سيد التحالف؟ هم لموا التلاميذ واتبعوا الراجل العجوز ده للخزنه وقال لازم نقطع رقبه الحراميه دول. وفكر وقال اداه سيد التحالف السحريه شايفه كل حاجه، دي فرصتي اوري قيمتي. ومن بعيد تيان يوان كان بيراقب كوتشا ورجالته، ولما مشيوا قفل الباب وقال لفيو سمعت اللي حصل؟ المعلمه ساكن مش هنا، واضح ان حد خطف واحد من ابطال التحالف وراح الخزنه بيه. كل الخبراء دلوقتي رايحين هناك، الخطه اتغيرت لازم نخاطر. وفيو قالت من شكلك هل انت عندك فكره؟ وتيان قال ايوه، طالما الطرف الثاني قدر يقيس البطل حي يبقى قوي جدا، ولما الكبار يتقاتلوا احنا نستخدمهم يعملوا الشغل الوسخ بتاعنا ونلم الغنيمه وسط الفوضى. وفيو ابتسمت وقالت الامبراطوره دي كانت بتفكر في نفس التفكير، انت سريع البديهه يا ولد، انت بس عاوز المزارعين يذبحوا بعض صح ولا ايه؟ وتيان يوان قال اللي بره وصلوا لمرحله بعيده يلا نلحقهم بسرعه. ولكن فيو قالت له يقف ومدت كرومها ناحيته. تيان يوان اتصدم وفيو وشها احمر وقالت دلوقتي الامبراطوره دي محتاجه تعبي قوتك الشيطانيه. والغصن مسك هدوم تيان يوان وزقته على الارض. تيان يوان اتوتر وقال هو لازم نقلع هدومنا عشان كده؟ سيبيني اقوم. وفيو قالت علشان يحصل تلامس مع الجسم المقدس النباتي، كل ما مساحه التلامس تكبر يبقى احسن، ده طبيعي. وتيان يوان فكر وقال يا نهار ابيض، المعركه اللي فاتت صفت قوتي الشيطانيه كلها، انا حتى مش قادر اقاوم. وتيان يوان بطل مقاومه، بس فيو كممت بقه بغصن وقربت منه وقالت اخرس، في حاجه زي دي الامبراطوره هي اللي لازم تقود. انا حاسه برغبه اصل جسمي اتجاه جسمك المقدس، وعلشان ارجع قوتي انا بديك على دماغك. يعني البنت الصغيره كانت بتتفرج من بعيد وقالت ببراءه يا اخويا يا اختي هو انتوا بتزرعوا؟ وفي ردت وقالت الكبار مشغولين، الاطفال ما يتدخلوش. ولفتها في باقه زهور وصغرتها وخيتها جنبها وقالت تمام كده الصداع اختفى، يلا وقت حصاد الجوهر. تيان يوان فكر بقلق وقال مش انت قلتي هتعبي قوتي الشيطانيه؟ انا ليه حاسس ان اللي هيتصفى انا. وعلى الناحيه التانيه في الصحراء لي تانج واقفه بتراقب المدينه المتحركه ماسكه منظار وقالت عدى كذا ساعه من ساعه ما منقذيني دخلوا، يا ترى عاملين ايه؟ وبعدين لمحت حاجه قالت استنى شوف ده. شافت ناس بيرموا جثث رجاله ميتين من فوق المدينه المتحركه وبيتكلموا يقولوا المعلم كوتش فعلا بيمتص كتير. والتاني رد وقال ايوه هو استخدم عدد مهول من مراجل البشريه مره واحده، تفتكر الاعشاب الطبيه ديت هتكفي قد ايه؟ والتاني ضحك وقال دول كلهم من 10 ييشا، ممكن لسه يتشنجوا كام ساعه. ولي تانج فكرت بغضب وقالت تبا على تحالف النعيم المطلق، هم هيشوا اهل عشيرتي تحت الشمس، لازم انقذها بسرعه قبل ما ولاد الوز دول يركزوا معايا. الحراس بيهزروا وبيقولوا انهم سمعوا ان في خناقه جوه، علشان كده خلينا بعيد. والتاني قال ايوه تيجي نراهن مين فيهم هيستحمل قد ايه. ولي تانج اتغاظ اكتر وقال كلاب بيتعاملوا مع ارواح البشر كلعبه. وبعدين في نفسها قالت لا ما ينفعش، انا وعدت ابقى دعم للي انقذوني ومستوايا قليل، بس في واحد من الحراس لمح حاجه بعيد. ولي تانج كانت بتشحن قوتها وبصلهم بغضب وقالت النهارده هقيم العداله باسم السماء. بنرجع تاني لتيان يوان بعد ما فيو امتصت القوه معاه. تيان يوان بقى متصفي تماما وفيو شكلها متشبعه ومليانه طاقه. وتيان يوان فكر وقال انا واضح اني تعبت، بس ليه حاسس بعجز فظيع؟ انا كنت فاكر اني هتخرج من كوني عذراء النهارده، الاحساس ان المس بس وما اكلش بيضايقني جدا. وفيو ابتسمت ونورها بيشع وقالت قوتي رجعت زي ما توقعت، كل ما الواد ده يقوى انا كمان هقوى وهمتص قوته. ودلوقتي طالما الواد البشري ده في ايدي مش هيقدر يعاندني، اكبر بسرعه، الامبراطوره ديت مش قادره تستنى ترجع لقمتها. وهم ماشيين بقى تيان يوان لمح حاجه وقال لفيو استني قدامهم المعلم كوتشا واقف قافل الطريق على 2 صافي وساكن. فاتي اول ما
لما شافت كوتشا صرخت وقالت يا شيخ اخيرا جيت، يلا انقذني يا اميري. وساكن خنقت فاتي وقالت انت اللي لسانك طويل، افتحي البوابه حالا ليا. وكوتشا قلب برود جرأة جامده بتتكلموا بتعالي قدامي. وصافي قالت ما تفكرش تخلع من كلامك، احنا هزمناها في بطوله الساحه، افتح البوابه وما تخليناش نستخدم العنف. وكوتشا قال الخنزيره التخينه ديت ما تستاهلش لقب بطل التحالف، اعملوا فيها اللي انتوا عاوزينه، اقتلوها او عذبوها، بس لو فكرتوا تقربوا للخزنه هتسيبوا ارواحكم هنا. وساكن ضحكت بسخريه وقالت يعني انت ناوي ترجع في كلامك؟ ده انت ما عندكش شرف، شوفوا بقى هخلص عليكم ازاي. ورمت فاتي ناحيه كوتشا، وكوتشا ضرب فاتي في الهواء وقتلها بوحشيه وقال اوعي تقارنيني بالخنزيره دي يا حيوانه يا صغيره انت، النهارده كلكم هتموتوا. وتيان يوان فكر وقال ازاي الاتنين دول بقوا مع بعض اصلا؟ مش مهم طالما كانوا اقوياء لدرجه انهم اسروا بطل حي يبقى يقدروا يكسروا العجوز ده، واول ما الفوضى تبتدي هتسلل الخزنه. وكوتشا هجم على ساكن وقال لها يلا وريني هتعملي ايه. وساكن تفادت الهجوم وحاولت تضربه، ولكن كوتشا تفادى ضربتها وبسرعه ظهر وراها وقال في السرعه الراجل العجوز ده لسه اعلى مني، وفعل عليها تقنيه امتصاص الروح العظيمه. وقتها كوتشا بقى بيشوف ذكريات ساكن، في ذكرياتها ظهر قدامه 3 شخصيات قويه، الست فيهم قالت يا قائد البشر والوحوش اسمعوا امري، لوح الاستدعاء المستجيب للسماء هو الطريقه الوحيده تتواصلوا بيها معايا، ما حدش يقتل التاني والا هنزل عقاب سماوي. وراجل رد وقال ايوه انا تلميذك بايلينج تحت حمايه الحاكم القديم، هقود طائفه بايلينج واوجه عالم شين يوان لمستقبل مجيد. والشخص الثالث قال انا ساكن اشكرك يا سيد الحاكم القديم، انا هقود الوحوش البدائيه العملاقه علشان تساند البشر. الحاكم القديم قال كويس جدا يا امبراطور بايلينج يا معلم ساكن، افتكروا القسم اللي قطعتوه النهارده، بعد 100,000 سنه هرجع. الاتنين قالوا نودعك باحترام يا سيد الحاكم القديم. بعد ما مشي الاتنين اتنفسوا براحه، ساكن قالت دي هارة حاكم قديم قاهره، والامبراطور بايلينج قال كانت هتخنقني. وساكن ضحكت وقالت انت ما بلتش نفسك يا واد صح ولا ايه؟ وبايلينج رد وقال كلام فاضي انت اللي بليتي. وبعدين قال يا اختي ساكن دلوقتي بعد ما العرق الوحشي بقى عنده لوح استدعاء مستجيب للسماء قلب ارتاح، بس طريق السلام بين العرقين طويل ومتعب للاسف، مفيش وقت نشرب ونحتفل. وساكن قالت احنا في عز شبابنا ما ينفعش نكسل، روح والفرص جايه كتير قدام. بايلينج مشي وقال خليكي بخير يا اختي انا همشي دلوقتي. وبعد ما مشي ساكن طلعت زفير بقوه، وفي اللحظه دي بنته الصغيره جت من وراه وسالته بابا ليه لازم نغير شكلنا لشكلهم كل مره نقابل العم يي؟ ابوها قال علشان نمنع الخلاف، وبعدين يا بنتي كبرتي قوي لما يحصل نزاع نقدر نلاقي حلول غير القتال، زي اننا ناخد شكلهم ونتكلم كويس. بس ساكن الصغيره ما كانتش فاهمه، ابوها قال لها صح بابا عنده هديه ليكي. هي اتحمست وقالت له ايه هي الهديه؟ وابوها اداها سلحفاه صغيره. ساكن الصغيره حبتها فورا، وابوها قال دي باشا صغيره من غير بيت، من النهارده هتبقى اختك الصغيره. وساكن فرحت جدا وفضلت تلعب معاها، والسلحفاه كمان اتعلقت بيها، وابوها اتبسط جدا وقال انتم الاتنين لازم تحموا لوح الاستدعاء المستجيب للسماء. وساكن الصغيره قالت اسميك ايه يا اختي الصغيره؟ باشيا. وبعد كام يوم حصلت مصيبه، ابو ساكن وهو مصاب اصابه شديده جالها. ساكن الصغيره خافت جدا، ابوها قال بسرعه استخدمي لوح الاستدعاء المستجيب للسماء، استدعي سيد الحاكم القديم، طائفه بايلينج خانتنا، السماء مليانه مزارعين، انا اقدر اعطلهم شويه، اجري بسرعه انا هوقفهم. وتحول لهيئته المشتركه علشان يصدهم. وساكن الصغيره قلبها بيتقطع جري وفكرت ليه ده بيحصل؟ اكيد في بشر وحشين، الحاكم القديم هيجي وينقذ بابا وينقذني. ولكنها وقفت فجاه لما شافت الامبراطور بايلينج واقف قدامها